تحت ليبيا في دولتين اسمهم تشاد والنيجر. لو ركزت يا بطل، مصر بتطل على المسطحات المائية إذن فهي بحرية. السودان بتطل على مسطح مائي بحرية. جنوب السودان يابس 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 إذن فهي حبيسة. أفريقيا الوسطى من كل الجهات يابس، حبيسة. تشاد نفس الكلام، حبيسة. النيجر نفس الكلام، فهي حبيسة. لكن ليبيا بتطل على البحر المتوسط، إذن ليبيا دولة إيه؟ دولة بحرية. خد بالك، أنا كنت خدت من شوية إن في قارة أمريكا الجنوبية في دولتين بس حبيسة، لكن تعال بقى شوف هنا مجموع الدول الحبيسة اللي هيكون موجود في قارة أفريقيا هم 16 دولة حبيسة من مجموع 54 دولة. يبقى القارة كلها عبارة عن 54 دولة، فيها 16 دولة لا تطل على أي مسطحات مائية، إذن فيتقال عليهم دول حبيسة. لو حضرتك فاكر الاتجاهات فكنت بقول الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب. وفي الغرب عندك دولة المغرب، يبقى المغرب في الغرب. تحت المغرب على طول كده في منطقة هنا كده، هي المنطقة دي اسمها ايه؟ المنطقة دي اسمها الصحراء المغربية. تبع لمين؟ تبع يا فندم لدولة المغرب. وتحتها هنا دولة اسمها دولة موريتانيا. موريتانيا دي لها عاصمة هنا كده اسمها نواكشوط.